بيان إلى الرأي العام، قامت دولة الاحتلال التركي وكما كان متوقعا بشن عدوان جديد على مناطقنا، مستهدفة بذلك البنى التحتية والمدنية في تحد صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، حيث راح ضحيتها العديد من المدنيين والأبرياء، كل ذلك أمام مرأى ومسمع العالم وخاصة الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في الملف السوري، والتي لم تحرك ساكنا حتى الآن أمام عنجهية آلة الحرب التركية على القرى والمدن الآهلة بالسكان. جميعنا يعلم أن الدولة التركية وبعد الخسائر العسكرية الفادحة التي منيت بها في مناطق الدفاع المشروع والتدهور الكبير للليرة التركية ومحاولة الدولة التركية اللعب على المحاور الدولية، مستفيدة بذلك من الأزمة الروسية الأوكرانية والحرب الأذربيجانية الأرمنية، كذلك الأزمة الحادة لحزب العدالة والتنمية ورأس سلطتها أردوغان، وفشل مشروع الشرق الأوسط الكبير أمام الإرادة التاريخية لشعوب المنطقة، والمقرر أن تمارس فيها تركيا وعلى رأسها AKP رأس الحربة كدولة راعية للإرهاب العالمي. ونتيجة لذلك كان لابد للدولة الاحتلال التركي تلقي بأزمتها الداخلية إلى الخارج، متهورة مرة أخرى بحرب شعواء على شمال وشرق سوريا في محاولة جديدة لضرب الاستقرار والأمن الداخلي والتعايش السلمي ومشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية لمكونات المنطقة كاملة، موسعة هذه المرة من استهدافاتها لتشمل جميع جغرافية شمال وشرق سوريا، وخاصة أماكن تواجد عناصر داعش الإرهابي في المخيمات والسجون. كما نطالب المجتمع الدولي بالوقوف في وجه هذه التجاوزات وإنصاف القضية العادلة لشعوب شمال وشرق سوريا، والتي دفعنا ثمنها آلاف الشهداء والجرحى في على أطهر أرض عرفها التاريخ.